مش عارف انزل تحت احسن، احس ان انا في وسطيكوا كده ولا؟ عشان انا لو نزلت تحت هتشوفوني برضه؟ لا؟ ده انا منور. طيب انا مبسوط جدا 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 اكون في مونتريال لاول مره، انا اول مره اجي مونتريال. ودايما بحس لما بروح في حته ما اعرفش فيها الناس بشعر انه كلمه ربنا بتوحدنا. مجرد ان احنا نتكلم عن كلمه ربنا، حتى لو انا الناس اول مره اشوفها في حياتي، بس بشعر ان انا في وسط عيلتي، في وسط ناس اكيد اعرفهم من زمن. بيبقى سهل قوي يبقى في كوميونيكيشن كده وفي نتوركينج، ونلاقي نفسنا قريبين من بعض عشان بس نتحد ونتكلم على كلمه ربنا. وانا جاي النهارده اتكلم على كلمه ربنا واللي بتعمله في خدمتنا في مصر وفي كل العالم العربي، وازاي قوه كلمه الله بتاثر وبتغير في حياه الناس. مش جاي اتكلم على مؤسسه، مش جاي اتكلم على انشطه، مش جاي اتكلم على حاجات ربنا اللي باركنا فيها، لكن جاي اتكلم على كلمه ربنا وقوه تاثيرها في حياتنا وفي كنيستنا وفي بلدنا وفي منطقتنا وفي العالم كله. ف لو فاتتكم كل حاجه في البرزنتيشن بتاعتي، اهم حاجه تركزوا في السلايد الجايه دي اهم حاجه في كل اللي هقدمه النهارده. عرفتوا ليه؟ عشان بكل تواضع يا عيلتي. انا اللي على الشمال خالص اللي هناك ده شاري مراتي، اللي في النص بين الولدين القصيرين دول سامر 25 سنه ونادر 22 سنه. وبنشكر ربنا ان كلنا يعني في مصر عايشين في القاهره في مصر الجديده، وشاري بتخدم مع السبيشال نيدز في السنتر اوف لاف بتاع دير ابونا سمعان. فاحنا بنشكر ربنا ان احنا كلنا كده ربنا بيستخدمنا بامكانياتنا البسيطه وضعفاتنا في ان احنا نكون بنعمل حاجه انا بشوف ان هي بركه في حياتنا جامده جدا. دار الكتاب المقدس في بلدنا اللي هي فيها حاليا 117 مليون شخص. احنا البوبيليشن بتاعنا بيزيد بشكل رهيب، وصلنا 117 مليون. 41% من الناس اللي عايشه في مصر عايشين في الحضر، فمعنى كده انه حوالي 60% عايشين في القرى وفي النجوع وفي الارياف. 40%، ودي حاجه بقى يعني الحاجات القويه جدا في مصر، 40% من مجتمعنا اقل من 19 سنه. فانتوا متخيلين احنا يعني بلد شابه زي ما بيقولوا كده مع كل الحضاره والقدم والتاريخ، لكن احنا لغايه 25 سنه بنمثل اكثر من 60% من البوبيليشن بتاع الشعب المصري. عشان كده متوسط الاعمار يعني الافرج بتاع السن في مصر 24 سنه. فدي كده تورينا ايه الوضع بتاعنا في مصر وايه الوضع بتاع اهميه ان احنا نكون متواجدين في بلد زي مصر. المسيحيين في مصر طبعا لغايه دلوقتي مفيش اي احصاءات رسميه بتطلع من الحكومه احنا قد ايه، بس هو بيقولوا انتوا 10%، الكنيسه بتقول لا احنا مش اقل من 25%. فاحنا بنقول الافرج احنا اكيد اكتر من 15 مليون، احنا اكيد يمكن 20 مليون واكتر. فاحنا ما نعتبرش اقليه في مصر، احنا اساس البلد دي. فاحنا بنفتخر جدا، وتلاقي الكنيسه وتلاقي المصريين المسيحيين تلاقيهم كده عندهم انتماء ووطنيه خاصه جدا، لانهم بيشعروا ان دي البلد اللي هم كبروا فيها. والكنيسه بنتكلم من موجوده في مصر من القرن الاول الميلادي سنه 49، صح يا ابونا الكلام ده؟ من 49 ميلاديه تقريبا، مع بشاره القديس مرقس لمصر. فاحنا كنيسه كمان ليها تاريخ عظيم وليها ثقل جامد قوي في المنطقه. ليه بقول كمان المعلومه دي؟ ان احنا المدارس في مصر، التعليم في مصر طبعا انتوا عارفين انه بعافيه شويه. الاميه الحكومه بتقول ان احنا الاميين او اللي مش بيعرفوا يقروا ويكتبوا حوالي 25%، لا هي حقيقه اكتر من كده، لانه ممكن تلاقي ناس في سن اعدادي 14 سنه و15 سنه ومش عارفين يقروا ويكتبوا يعني. فالإديوكيشن عندنا شويه ضعيف. عندنا حوالي 72,000 مدرسه، اكتر من 25% illiterate people. وزي ما انتم شايفين في تسرب في التعليم، يعني في السن الابتدائي اللي هو لغايه سنه ابتدائي في حوالي 15 مليون، يجوا في اعدادي ينزلوا 6.5 مليون، يجوا في الهاي سكول سكندري يبقوا مش اكتر من 3 مليون، وتلاقي الجامعه في الاخر التعليم بيحصل تسرب جامد قوي. عشان كده احنا كمان واحنا بنفكر في خدمه دار الكتاب بنفكر في الديموغرافيه بتاعه التعليم والتوزيع السكاني والمنطقه اللي حوالينا. رؤيتنا ببساطه جدا 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 ان احنا نشوف كلمه ربنا
مؤثرة ومغيرة في حياة الفرد والكنيسة والمجتمع. ده اللي احنا عايزين نكون كرؤيتنا كدار كتاب مع الكنيسة، ان احنا نشوف ان كلمة ربنا بتغير في حياة الناس وبتغير في حياة المجتمع بالتبعية. ودي رسالتنا، ان احنا كلمة ربنا تكون متاحة للجميع، سهل الوصول ليها بسعر مناسب، لانه ده تحدي كبير قوي في الظروف الاقتصادية اللي احنا بنعيشها، بلغة مفهومة ما تكونش صعبة على الناس انها تفهمها وتستقبل كلمة ربنا ليها، من خلال برامج كتير قوي تساعد على فهم الكلمة وتطبيقها. واحنا مش بنخدم بس مصر، احنا بنخدم كل الدول العربية، كل المنطقة العربية. صحيح في دور كتاب حوالينا في مختلف الدول العربية، بس احنا عشان دار النشر اللي مسؤولة عن الكتاب المقدس باللغة العربية، الترجمة اللي بين ايدينا اللي احنا بنستخدمها في كنايسنا، علشان كده احنا اللي بنوفر كلمة ربنا، وعندنا دار نشر تخدم جميع المناطق اللي حوالينا. واحنا كنا لسه مع دار الكتاب في سوريا، اتقابلنا في الاردن، قعدنا هناك من اسبوعين بالظبط، قعدنا مع بعض 4-5 ايام بنتشارك الخبرات وبنشوف التحديات اللي عندهم. وطبعا يعني عايز اقول لكم انهم ابطال، انهم يخدموا في الظروف اللي هم فيها دي، وانهم كده حاطين زي ما بيقولوا ارواحهم على ايديهم. والكتاب مكتبه الكتاب المقدس في حلب مفتوحه، وفي حمص مفتوحه، وفي مناطق في دمشق مفتوحه، وفتحوها من اول يوم، ما عندهمش مشكله، وحاسين انه عندهم رساله وعندهم هدف. فنشكر ربنا لاجل كنيستنا وبلدنا ومنطقتنا الغنيه اللي متمسكه بكلمه ربنا مهما كانت الصعوبات. فدي رسالتنا ببساطه، ان احنا كلمه ربنا تكون في وسط ايدين الناس وتفهمها، تقدر تعيشها وتطبقها. من حوالي سنه كان عندنا احتفال كبير قوي، بنحتفل بمرور 140 سنه على وجود دار الكتاب المقدس في مصر. وقداسه البابا هو اللي كان بيرعى الاحتفال دوت لجميع الطوائف في مصر. فكان موجود البطرك الكاثوليك، وكان موجود الدكتور اندريا رئيس الطائفه الانجيليه، وكان كل الطوائف الاخرى وكل المذاهب موجودين كلهم في الكاتدرائيه في العباسيه للاحتفال بالكتاب المقدس. تعالوا نشوف كده لقطه او فيديو صغير من الاحتفال ده اللي كان باحتفال 140 سنه. الاحتفال ده حضروا 5000 شخص في الكاتدرائيه. التي نحتفل ونجتمع جميعا بسببها في هذه الليلة. دار الكتاب المقدس، وكما رأينا في الأفلام التسجيلية اللي عرضت قدامنا، ومراحل التقدم وتقديم الكتاب بالصورة الرقمية أو الصور الرقمية الكثيرة، وكيف بدأ كنبتة صغيرة ثم امتد مع الزمن والأجيال، وها نحن نحتفل به في هذا اليوم ب 140 سنة. أولا أشكر كل القائمين الحاليين على دار الكتاب المقدس، الخدام والعاملين فيه، والمفكرين الذين يفكرون كيف نقدم كلمة الله بهذه الصور المناسبة والعصرية والتي ترضي الجميع وتخدمهم، ولا يكون هناك إنسان محروم من كلمة ربنا. مفيش. نظر الضعيف نعمل كتاب مقدس بخط كبير، سنك صغير نعمل كتاب مقدس مصور ومدون، عايز تفهم الكتاب المقدس نعمل كتاب مقدس بشواهد وبشروحات فيه وبخلفيات توضيحية. زي ما انت عايز نطلع الكتاب المقدس، نطلع منه الأبطال للفتيان، ونطلع منه الأميرات للفتيات، نعمل كده. عايز الكتاب المقدس يبقى في حجم سهل كده انك تشيله وحجم شبابي حلو عشان يشجعك على القراية والتأمل والدراسة، نعمل
يعمل بالشكل ده. ولذلك أنا أدعوكم لزيارة المعرض وتعضيد المعرض واقتناء منه الإصدارات الكثيرة. احنا مع كل الأحباء زرناه قبل ما ندخل وإياكم هنا، وخلي الكتاب حاضر قدامك لنفسك، لدراستك، لبحثك، لتأملاتك، ولكن أيضا خليه حاضر في ذهنك عندما تريد أن تهدي إنسان صغيرا أو كبيرا في مناسبة نجاح أو مناسبة فتح بيت جديد، أسرة، كيف تهدي تقدم كلمة الله، فهي أثمن هدية، أثمن من أي حاجة تانية خالص. لأطفالك الصغار، الفتيان، الشباب، الكبار، بكل صورة، وزي ما أشرت للصور الرقمية. دار الكتاب تقوم بعمل رائع وتحتضن بلادنا مصر هذه الدار منذ 140 سنة وتهتم بها، والذين قادوا ويقودون دار الكتاب يفكرون وينشطون ويتوسعون في أن تصل كلمة الله لكل إنسان. بعد ما كان في مكتبة صغيرة سواء في القاهرة أو طنطا أو اسكندرية، يبتدي يبقى في مكتبات في بلاد كبيرة ومدن كثيرة، ودار الكتاب تخدم كل الناطقين بالعربية. وطبعا بجوار كده في إصدارات لها بلغات متعددة، ومنها حتى اللغة القبطية زي ما سمعنا في التسجيلات اللي شفناها. دار الكتاب المقدس تقوم بعمل جميل وهي تخدم جميع كنائسنا، وهذا العمل يستحق منا التقدير والامتنان والاعتزاز والشكر لكل من يخدم في هذه الدار وهذا العمل. لدرجة أحيانا أقول لنفسي يا بختهم اللي عايشين ليل نهار دول في كلمة ربنا، بيفكروا فيها، بيقدموها، بيبتكروا الأشكال الجديدة والجذابة لكل محبي كلمة الله بكل صورة من الصور. إننا نهنئهم ونهنئ نفوسنا ونهنئ بلادنا التي تحتضن هذه الدار وتحفظها، ونهنئ خدمة الدار الممتدة والشاملة والتي تحتاج دائما منا الصلوات والتدعيم من أجل النجاح رسالتها المتعددة والجميلة. نشكر ربنا لاجل كل دعم. احنا بنشكر ربنا جدا ان احنا كمان في مصر في كنيسه قويه بالكلمه المقدسه بالنسبه لها اساس، وده بنشوفه دايما من تشجيع قداسه البابا ومن جميع الكنائس، ازاي لو كلمه ربنا بتوحدنا، ازاي كلمه ربنا كلها بتشجعنا ان احنا ندرس ونقرا ونفهم كلمه ربنا. احنا عندنا 3 اعمده اساسيه في دار الكتاب بنركز عليهم: النشر، وده بقى ان احنا زي ما قلت بنخدم كل المنطقه وكل الناطقين باللغه العربيه حول العالم، التوزيع والبرامج. وانا هقول كده في دقايق بقى كل حاجه من دول بنعمل ايه بسرعه. في النشر احنا نشكر ربنا عندنا مكتبات، عندنا انتاج يزيد عن حوالي 700 منتج، 50% من الانتاج دوت للاطفال. وانا كنت لسه بكلم مع اباء الكهنه انه لما بنأسس الشباب بتاعنا لاولادنا لاطفالنا في كلمه ربنا، حاجات كتير قوي بعد كده بتبقى ابسط وتتحل بسهوله قوي بالتحديات والمشاكل اللي بتقابلهم. واحنا مدارس الاحد عندنا واهتمامها بالنشر والطفل وقصه الكتاب المقدس من الحاجات الرائعه والقويه اللي بتميز كنيستنا ومجتمعنا. لكن انا مركز النهارده على الحاجات اللي بقت ابديتد اللي هي الديجيتال، لان احنا عندنا طبعا كتب كتير زي ما قلت. احنا عندنا دار نشر، عندنا 20 واحد شغال في النشر، بيطلعوا انتاج مختلف كل سنه من حوالي من 10 ل 15 منتج جديد كل سنه. وطبعا كان الكتاب المقدس بالخلافات التوضيحيه كان قداسه البابا اتكلم عنه في لقاء تاني. عندنا لقاء سنوي مع قداسه البابا في احتفال الكتاب المقدس،
والكتاب ده كان نازل معرض الكتاب في سنه 21، ورحنا بيه لسيدنا وقلنا له ده كتاب ده نازل كمان اسبوعين في المعرض. فهو كان يوميها الوعظه بتاعته يوم الاربعاء راح قداسه بابا رفع الكتاب وقال انا بشجع كل شخص يقتني بالكتاب دوت لانه هيفرق معاه في دراسته. بشجع كل خادم وكاهن وحد بيدرس كلمه ربنا يكون عنده الكتاب ده. عقبال ما جه المعرض كانت الكتب خلصت. الالاف الكتب اللي احنا جبناها كنا داخلين بيها معرض الكتاب كانت اختفت من السوق لانه كان في اهتمام كبير جدا من الناس انها تقتني الكتاب ده. ونشكر ربنا لانه الناس بتحب كلمه ربنا وبتحب انها تكون دايما بتدرس وتبحث في كلمه ربنا اكتر واكتر. اللي هركز عليه دلوقتي الديجيتال لان ده الشباب اللي احنا بنخدمهم دلوقتي. احنا بقى عندنا قسم خاص من كام سنه للديجيتال ابلكيشنز، بنعمل تطبيقات للكتاب المقدس سواء للاطفال او للشباب او للكبار. تعالوا نسمع كده، مش هتكلم كتير، خلينا نسمع الفيديو ده. التحول الرقمي بيتوسع كل يوم اكتر واكتر، والعمل الرقمي في مصر مجال كبير وامكانياته ضخمه، وعندنا فرص كتير عشان نبقى متواجدين فيه. من منطلق رسالة دار الكتاب المقدس بدأ العمل في تطوير وسائل وبرامج هدفها تسهيل فهم الكلمة وتطبيقها. وفعلا الكلمة متاحة دلوقتي من خلال منصات كتيرة على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الرسمية لدار الكتاب المقدس. وإنتاج التطبيقات بالاستخدام على التليفونات المحمولة هدفه إن الناس ترتبط بالكلمة بسهولة في أي وقت وفي أي مكان. وكمان إنتاج البرامج الدراسية التلفزيونية هدفه مساعدة الدارسين بالكتاب المقدس إنهم يفهموه ويدرسوه بشكل أعمق. وفي 2019 بدأنا تطوير الموقع الرسمي لدار الكتاب المقدس bse.2، وكمان عملنا متجر جديد أونلاين شوب لكل إصداراتنا bse.2/shop عشان أي حد يقدر يطلب أي منتج بسهولة، وكمان متاح الشحن الدولي للكتاب المقدس من نفس الموقع. في بداية 2020 أطلقنا تطبيق الكتاب المقدس في عام، واللي ساعد ناس كتير جدا على قراءة الكتاب المقدس كله في سنة واحدة. جزء كبير من نجاح التطبيق كان معتمد على سهولة استخدامه وتطويره، عشان كده تم إضافة معاني الكلمات الصعبة للنص، وكمان الشواهد الكتابية ورسائل يومية من فيديوهات وصور وملفات صوتية للأطفال والكبار. التطبيق خدم آلاف المستخدمين. استقبلنا رسائل كتير عن قد إيه التطبيق فرق مع الناس، زي إنهم أول مرة في حياتهم يقدروا يقروا الكتاب المقدس كله بانتظام خلال سنة واحدة بس. كلامك نوري هو تطبيق مخصوص للشباب، في مسابقات يومية وجوائز عشان تشجع على قراءة الكتاب المقدس. بدأ استخدامه في فبراير 2021 على نظام الأندرويد بمسابقات وأسئلة في الأناجيل الأربعة، واستخدمناه في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكان كل يوم في 10 فائزين بياخدوا كوبون خصم بيستخدم في مكتباتنا. وفي شهر نوفمبر 2022 تم تحديث التطبيق في شكل جديد وبقى متاح لكل التليفونات سواء نظام الاندرويد او الاي او اس، ودلوقتي متاح عليه مسابقات واسئله للعهد الجديد كله وسفر التكوين والخروج واللاويين، وبيتم اضافه باقي اسئله اسفار العهد القديم. وكمان اطلقنا تطبيق راديو الكتاب المقدس اونلاين في ابريل 2022. حوالي 113,000 مستمع لراديو الكتاب المقدس و300,000 زيارة استماع بمتوسط 16 دقيقة لكل مرة. تقدر تستخدم اللينك ده للوصول للتطبيق bse.2/radio. تطبيق الكتاب المقدس كل يوم تم إطلاقه على نظام الأندرويد والآي أو إس يوم 24 يناير 2023، ووصل عدد المستخدمين للتطبيق من بداية انطلاقه لغاية دلوقتي أكثر من 100,000 مستخدم بأكثر من 1,200,000 زيارة بمتوسط 9 دقائق و14 ثانية لكل زيارة. التطبيق فيه خصائص كثيرة ومهمة بتساعد المستخدم على الارتباط بالكتاب المقدس والاستمرار في قراءته كل يوم. ومن الخصائص اللي تم إضافتها سهولة الوصول لأي إصحاح من الإنترنت، معاني الكلمات الصعبة، الشواهد المقابلة، البحث عن أي كلمة في الكتاب المقدس من غير إنترنت، التظليل التلقائي للآية المسموعة، عرض تلقائي لآية واحدة بس بخط كبير على الشاشة أثناء الاستماع، التحكم في حجم الخط ونوعه وسرعة القراءة، اختيار آية أو أكثر للمشاركة مع الآخرين، تحميل الملفات الصوتية للاستماع من غير إنترنت، تصميم الآيات بألوان مختلفة، وضع إشارة ملونة لتحديد أصحاح والرجوع إليه في أي وقت. إنجيل متى ويوحنا ورسالة فيليمون بالعامية المصرية مسموع. إنجيل متى باللهجة الصعيدية مسموع.
تسجيل إعجاب على محتوى معين والرجوع ليه في أي وقت، تأمل اليوم وصفحة للفيديوهات. تقدر تستخدم اللينك ده للوصول للتطبيق. من أحدث إصداراتنا 30 قصة لشخصيات من الكتاب المقدس بطريقة مسموعة لكتاب أبطال وحكايات للأولاد، وده تكملة من 30 قصة لكتاب أميرات وحكايات للبنات، ومتاحين على ساوند كلاود، وتقدر توصل لهم بسهولة على اللينكات دي. إننا نستمر في توصيل كلمة ربنا من خلال كل وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني والتطبيقات والمواد الكتابية المختلفة، هدفه تكون كلمة الله متاحة للكل وسهل الوصول ليها، وإننا نساعد على فهم الكلمة وتطبيقها، وبالأخص لجيل الشباب. حضراتكم هتلاقوا في الفولدر اللي معاكم بوك مارك ازرق كده في الكيو ار كود لكل الابلكيشنز دي، والفيديو ده قديم شويه فاحنا كل العاميه دلوقتي بقى موجود لكل الاناجيل واكثر من 6 رسائل بالعاميه المصريه وباللهجه السعوديه، وده بيسهل قوي على الشباب الصغير يفهموا كلمه ربنا. سريعا التوزيع، احنا نشكر ربنا من الحاجات اللي ربنا بيباركنا بيها ان احنا طبعا الكتاب في الطباعه على مستوى العالم والكتب على مستوى العالم اسعارها بقت عاليه جدا، ومع اللي بيحصل في العالم من مشاكل في الشحن وفي الاستيراد، احنا كل الكتب المقدسه بتاعتنا بتتباع بره مصر، ما عندناش التكنولوجي بتاعت البايبل بيبر، احنا كل الكتب المقدسه لما ما اتطبعش على البايبل بيبر هتلاقي الكتاب بقى سمك كده وبقى تقيل جدا، فعشان كده بنطبع على الورق الكتاب اللي بيسموه البايبل بيبر دوت. الكتاب المقدس احنا من اول ما حصل التعويم في مصر في 2016 والدولار بقى يزيد بشكل رهيب، فبعد ما كان ب 8 جنيه مصري دلوقتي ب 50 جنيه مصري، واحنا كل الكتب دي بندفعها بالدولار. كان دايما المعادله اللي عندنا ازاي نقدر نحافظ على توزيعنا من غير ما الناس تتاثر لانه مش قادرين يجيبوا الكتاب المقدس. فبنشكر ربنا لاجل اللي حاصل الوقت اللي فات ان احنا الكتب ما نقصتش في توزيعها، لكن بالعكس زادت. احنا شفنا بركه الرب ونعمه الرب انه الدعم بيزيد اكتر واكتر ونقدر نوزع كميات اكبر واكبر. هوريكم لحضراتكم بعض الحاجات اللي احنا بنوزعها. احنا مبدئيا عندنا 17 مكتبه حوالين طبعا كلهم حوالين نهر النيل في المدن الكبرى، 6 في القاهره و2 في اسكندريه و3 في الدلتا وفي الصعيد في بني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا وفي الاقصر. وعندنا في الغردقه مكتبه بتخدم كمان السياح والناس اللي جايه بالذات الروس والاوكران، عندنا جاليات كتيره قوي بالجاليات دي بنوفر لهم كتاب مقدس بلغتهم. دي مناطق التوزيع، مكتبتنا كلها في الشارع. معرض الكتاب الدولي احنا دايما عندنا بوث كبير جدا في معرض الكتاب، ومعظم الناس اللي بتشتري كتاب مقدس في المعارض دي بتبقى غير مسيحيين. المعرض السنه اللي فاتت هو معرض القاهره الدولي، اكبر معرض على مستوى العالم من حيث عدد الزائرين. السنه اللي فاتت زار المعرض 5.5 مليون شخص، ونشكر ربنا ان اداره المعرض كانت مهتميه قوي تدينا مكان متميز جدا في مدخل المعرض، وده كان بيساعد جدا الناس تكون بتوصل عندنا وتوصل للمنتجات. وطبعا بنعمل ساعتها دعم كبير قوي للكتب المقدسه والعهد الجديد وكتب الاطفال اللي بنبيعها بحوالي 20% او 30% من سعر التكلفه بتاعتها عشان الناس تاخد اكبر قدر من الكتب. وبنشوف حاجات جميله رائعه ومشجعه من اقبال الناس للكتاب المقدس، ومن كل زي ما قلت الخلفيات بيهتموا قوي انهم يجوا يشوفوا ايه اللي عندنا من جديد. كنا عاملين شاشات تابلتس كده تشد الناس يلعبوا جيمز عن الكتاب المقدس. عايز اقول لكم كم من الاطفال اللي جه لعب وحفظ ايات من اسماء مختلفه ومن اديان مختلفه عشان يكسبوا الجوائز. كانت حاجه مشجعه جدا جدا، وكمان مبهورين بالاكتيفيتيز اللي كانت حاصله في الجناح بتاعنا. كل سنه بنوزع على طلبه اولى اعدادي كتاب مقدس كامل مجاني. بنوزع كل سنه حوالي من 70 ل 75 الف كتاب على مستوى كل مدارس مصر. طبعا المدارس المسيحيه بيبقى سهل قوي ده نوزع في المدرسه نفسها، لكن في المدارس الحكومه ساعات بيسمحوا لنا وفي اغلب الظن مش بيسمحوا لنا، فبنوزع عن طريق الكنايس. بناخد كشوفات الطلبه اللي في اولى اعدادي من كل الكنايس ونروح نعمل احتفالات. ده كان في احتفال مثلا في شبرا الخيمه مع سيدنا الانبا مرقس، هناك وزعنا 3000 طفل في اولى اعدادي كتاب مقدس لبعض المناطق اللي في شبرا الخيمه. طبعا ده مش كل طلبه شبرا الخيمه لكن جزء من الطلبه هناك. الرابعه ابتدائي برضه بنوزع لهم، بنوزع الرابعه ابتدائي كتاب مصور
قصص من الكتاب المقدس برضه حوالي 140,000 سنويا مجانا لكل الطلبه اللي في رابعه ابتدائي. لكن كمان اللي بنهتم بيهم قوي الناس اللي ذوي احتياجات خاصه زي المكفوفين، ان يتوفر لهم كلمه ربنا سواء مسموعه او بالطريقه بريل او برايل علشان يكونوا بيدرسوا هم نفسهم كلمه ربنا. تعالوا نشوف الفيديو ده مع بعض. دي مطبعه عندنا جوه دار الكتاب بنطبع كتب للمكفوفين. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل فلما جلس تقدموا إليه تلاميذه فعلمهم بمؤلف هذا النص: تعلمت إني ما أهتمش بجسدي ولا بالأكل ولا بالشرب، لكن أهتم بالصلاة وأقرأ من الكتاب المقدس، ومن غيره كنتش هعرف أتعلم من كلمة ربنا. ولد اسمه أنطونيوس جميل في قراءة كلمة ربنا، ولما جه دخل المكتبة وطلب الكتاب بتاع المكفوفين فوجئنا إن هو بيعرف يقرا برايل وبيقرا بسرعة حلوة قوي. الكتاب ده احنا بيكلفنا لأنه الورق بتاعه بنجيبه من أمريكا مخصوص عشان نطبع عليه على وشين الطريق برايل. بيكلفنا النسخة الواحدة الكتاب المقدس دي يبقى في 21 فوليوم بيتشالوا في 4 كراتين، بيتكلف حوالي $300. احنا بنبيعه للناس ب 200 جنيه اللي هو كام دول؟ $5 مثلا ولا $4، لانه ما يقدروش هم الناس دي تدفع القيمه دي. فنشكر ربنا انه ربنا بيبارك ووزعنا عشرات من الكتب المقدسه بالطريقه دي، وجبنا برينتر جديده دخلنا السنه دي عشان نزود عدد الكتب اللي بنوديها للمكفوفين. ومره بصراحه سالت واحد من الناس اللي دايما بيشجعنا قوي بان هو عامل مدارس تعليم للمكفوفين وفيري سمارت في ان هو بيوصل التعليم للمكفوفين. فقلت له طب ليه مش بتستخدموا الاوديو ديفايسز؟ مش بتبقى اسهل ان انتوا تسمعوا كلمه ربنا؟ قال لي احنا عايزين ندرس زيكم، احنا مش عايزين مجرد نسمعها، احنا عايزين نروح للاناجيل ونرجع للعهد القديم ونفتح الرسائل، احنا نحب ندرس كلمه ربنا ونالف فيها احنا بطريقتنا. ومن ساعتها خدنا على عاتقنا ان احنا هنوفر كلمه ربنا مهما كانت التكلفه للناس دي، لان هي فعلا تستحق ان احنا نكون بنخدمها. عندنا طبعا كتاب مقدس برضه للصم والبكم بلغه الاشاره، طبعا برضه بياخد وقت رهيب. خلصنا انجيل مرقس فقط هتلاقوه على اليوتيوب، لكن شغالين في بقيه الاصفار. ربنا يدينا نعمه ننجز الحاجات دي، ان هي تاخد وقت وتكلفه جامده قوي. الحاجه الثالثه والاخيره هي البرامج. احنا مش عايزين الناس بس محتاجه كلمه ربنا في المدارس وفي البيوت وتبقى مجرد بس موجوده كده في الصالون ولا بركه في البيت، لكن عايزين الناس تتفاعل مع كلمه ربنا. فمع الكنيسه بنعمل برامج في منتهى الروعه في الانتراكشن اللي بيحصل بين الناس وبين كلمه ربنا. من ضمن البرامج دي حاجات للاطفال وحاجات للعائلات الاسر مع بعضها وحاجات للشباب. فخلينا اخد ملمح كده من كل فئه وهكون كده خلصت. انا اسف اني طولت، انا بحاول اتكلم بسرعه بس بحاول ادي اوفر فيو عن اللي بيحصل في خدمه كلمه ربنا. دي حاجه للاطفال. عالم الكتاب خدم الالاف من الاطفال خلال السنين اللي فاتت بطريقه فعاليه، وعرفنا ازاي وصل لينا الكتاب المقدس ومعلومات تانيه كتير تقدر مشوقه لعالم الكتاب. وعشان نخدم كل الاطفال وخصوصا اللي صعب عليهم يسافروا من بلادهم وقرهم البعيده عشان يزوروا عالم الكتاب، قدرنا سنين بنحلم بعالم كتاب متنقل يروح لغايه عندنا. واخيرا الحلم اتحقق وبقى عندنا عالم الكتاب المتنقل بشكل جذاب جدا. ونجح فريق العمل انه يخلي رحله عالم الكتاب شيقه جدا في مغامره كلها تفاعل مع التطوع. وعشان الاطفال يتعلموا عن الكتاب المقدس بشكل تفاعلي وتثبت في عقلهم كل معلومه يعرفوها خلال الجوله من خلال 5 قيم مختلفه بيعرفوا فيها ازاي الكتاب المقدس اتكتب ومين اللي كتبه وخلال وقت قد ايه، وازاي كان بيتم نسخه بكل دقه بادوات بسيطه، وازاي يترجم للغات كتير، وبيعرفوا مخطوطاته الكتيره اللي بتاكد ان الكتاب المقدس اللي في ايدينا هو الكتاب اللي اتكتب من الاف السنين.
وهم كمان عليهم دور إنهم يقروا الكتاب كل يوم ويكلموا أصحابهم عنه كمان. وفي أول شهرين بس قدرنا نخدم أكتر من 15,000 طفل في 3 أماكن مختلفة في السنة، وشفنا قد إيه هم منبهرين وفرحانين بكلمة ربنا. بنصلي إننا نقدر نخدم عشرات الآلاف من الأطفال السنة. عايزينكم تشاركونا الصلاة عشان الخدمة دي، وكمان تدعمونا عشان نقدر نخدم كل الأطفال في كل مكان في مصر. من اهم التحديات اللي بيقابلها اي طفل في المدرسه انه كتابه المقدس ده محرف. الكتاب المقدس ده مش صح، مش هو ده الاصلي ومش هو دي كلمه ربنا. فعشان كده عملنا من سنين حوالي يمكن 20 سنه حاجه اسمها البايبل تور او البايبل وورلد في دار الكتاب عندنا في المقر الرئيسي في مصر الجديده. الولاد بيجوا يلفوا حوالي 40 دقيقه في تور يعرفوا الكتاب ازاي وصل لنا وازاي ترجمه وازاي كنيستنا والحاجات القبطيه والترجمه. اول ترجمه للكتاب المقدس حصلت في مصر كانت في اسكندريه العهد القديم، ترجمه من العبري لليوناني. وبياخدوا كل المعلومات دي عشان في كل مرحله يعرفوا ان كلمه ربنا مش ممكن يكون حد لمسها ومش ممكن تكون اتغيرت. ده كلمه ربنا هي اللي اتكتبت من الاف السنين، هي اللي بين ايدينا دلوقتي. بعدين حسينا ان احنا بنخدم في الاخر ساكني القاهره بالكثير قوي، بني سويف والجيزه ويمكن اسكندريه، فبيجي لنا مثلا 15-20 الف طفل في السنه في الدار عندنا. ففكرنا بعد الكوفيد على طول في الفكره دي ان احنا نروح بعالم الكتاب للاطفال في القرى، فناخد الخيم دي انفليتبلز كده بالساوند سيستمز بنركب تكييفات متحركه، وبنخدم في اليوم الواحد من 800 ل 1000 طفل. فيجي لنا في 4 ايام حوالي 4000 طفل نتنقل من قريه لقريه، وكل القرى بقى بنروحها في بني مزار وصمنلوط وفي اسيوط وفي القصيه طبعا عارفين البلاد دي في الصعيد. مين صعيده هنا يا جماعه؟ مشجعين الحاجات ده، في صعيده كتير هنا. وفي لوزيقات في الاقصر وفي وجه بحري اسكندريه فروحنا اماكن كتير قوي، ومعظمها بتبقى اماكن محكومه من اي اكتيفيتي زي كده. الكنيسه تفتح ابوابها، بنحط الخيم، نقعد 4 ايام هناك. كل يوم يجي لنا 1000 طفل يتعلموا ويتاسسوا ويعرفوا ان كلمه ربنا محفوظه وكلمه ربنا صادقه ونقدر نثق فيها. من الحاجات كمان اللي بنهتم بيها قوي برنامج اسمه كتاب مفتوح في كل بيت، واحنا اصلا من الاول مسمينه كتاب في كل بيت، وبعدين لما رحنا كراسي بابا بالبرنامج ده قال لا نسميه الكتاب مفتوح في كل بيت. احنا عايزين الاسر تفتح الكتاب. بنوزع كتاب مقدس للاسر مع كتابين مسابقات بنديها لهم بسعر 25% من تكلفته علشان يكونوا دفعوا حاجه فيحسوا باهميه انه الحاجه دي هم كمان كانوا شركاء في انهم يدفعوا حتى لو حاجه رمزيه جدا. وبعد 6 شهور من حل المسابقات دي العيله بتقعد كل يوم تقرا اصحاح وترجع بعد 6 شهور باول كتاب مسابقات حلوه 105 اصحاح، يرجعوا للاباء الكهنه وامناء الخدمه وفي كل الطوائف وكل الكنائس والاسوس يصلحوا الكتب دي ويعملوا احتفال، يدوا البست اتشيفرز جوائز وهدايا تكون دار الكتاب موفراها. وبعد 6 شهور ياخدوا كتاب تاني، و6 شهور تانيين يتعمل احتفال اكبر وعلى مستوى الابرشيه كلها، ونشوف قد ايه كلمه ربنا بتفرق في حياه الاسر لما بيقعدوا مع بعض. من ضمن القصص اللي ما انساهاش واحده كانت بتقول انا كانت علاقتي بجوزي كانت صعبه جدا وفي الطريق الانفصال وكان خناق على طول ومشاكل على طول، وبعد كده ابتديت جايب الكتاب ده من الكنيسه وابتديت احل كل يوم واقرا اخلي العيال بعد ما يناموا ادخل انا لوحدي اقرا. وبعدين جوزي لاني اختلفت كده وهديت فجه سالني انت بتعملي ايه؟ فقلت له ما تيجي تقرا معايا. قعدوا واستمروا في الحل والقرايه يوميا في كلمه ربنا وقدام كلمه ربنا وحياتهم عشان بيقروا كلمه ربنا وبينهجوا فيها كده نهارا وليلا زي ما الكتاب بيقول. ابتدت علاقتهم مع بعض نفسها تختلف. فلما راحت الاسيستنت بتاعتي تزورهم، هم ناس بسيطه قوي، وراحت لهم في العيد ده الاولاد شوكولاتات وهدايا ولبس لاطفالهم، وخدت الجزء الثاني من كتاب المسابقات. الراجل ساب كل حاجه قال لها انا دي احلى واعظم هديه لان هي غيرت حياتنا، واحنا ده الحاجه اللي خلتنا احنا كعيله نرتبط تاني. انا دي اهم حاجه بالنسبه لي كلمه ربنا. عشان كده بنشعر وبنحس باهميه ان احنا مش يعني احنا لغايه دلوقتي اللي وزعنا في المشروع ده هو 600,000 كتاب ل 600,000 اسره، وقدامنا حوالي 400,000 تانيين. عايزين خلال 2 سنين نكون اتمينا 1,000,000 كتاب مقدس ل1,000,000 عيله
يقروا ويدرسوا كلمه ربنا مع بعض. خلال ال5 سنين اللي فاتوا نجحت دار الكتاب المقدس بالشراكة معنا. ده بروجكت تاني، درس كتاب مع الكنيسه. خلال ال5 سنين اللي فاتوا نجحت دار الكتاب المقدس بالشراكة مع الكنيسة في إنها تقوم بتدريبات متخصصة في مجال دراسة كلمة الله لخدام الكنيسة اللي بدورهم بيطبقوا اللي اتعلموه مع شعب الكنيسة. بالشراكة مع أسقفية الشباب في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومن خلال فريق خدمة القديس تيموثاوس تم تنظيم أكثر من 20 مؤتمر بتدريب أكثر من 2000 كاهن وخادم على إزاي نقدر ندرس الكتاب المقدس في مجموعات، وده شجع خدام كتير إنهم يبتدوا مجموعات لدرس الكتاب في كنايسهم ويستمروا في الدراسة. كمان من سنة 2021 ابتدت دار الكتاب المقدس بالشراكة مع لجنة خدمة شباب ثانوي في الكنيسة الإنجيلية إنها تعمل دورات تدريبية للخدام طلبة ثانوي عن منهج لدراسة الكتاب المقدس في مجموعات. ولغاية نص 2022 تم تدريب أكثر من 700 خادم من مختلف محافظات مصر على برنامج اسمه GPS. وده نفس المنهج اللي طلبته الكنيسة الكاثوليكية لتدريب خدام سن ثانوي، وتم تنظيم مؤتمر تدريبي في صيف 22 في السبت. ومؤخرا دخلت دار الكتاب المقدس في شراكة مع الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة علشان يدربوا خدام المدرسين مدارس أحد من كل المذاهب الإنجيلية على منهج رائع ومتكامل لخدمة أطفال مدارس أحد. منهج تفاعلي وكتابي بيهتم بالتطبيقات الحياتية للأطفال وحفظهم لآيات من الكتاب المقدس. وفعلا تم تنظيم أول مؤتمر لأكثر من 160 خادم في سبتمبر 22، وتم توفير المنهج للكنائس المشتركة بدعم 60%. بنشكر ربنا على اهتمام الكنيسة في مصر بمختلف طوائفها ومجاميعها بدراسة الكتاب المقدس واستمراريتها مع الأجيال الجاية، وبنصلي إن كلمة الله تثبت في قلوب الأطفال والشباب. زي ما حضراتكم شايفين احنا مش بنعمل تدريبات او درس كتاب للشعب على طول، لكن يعني ترين ذا ترينر، بندرب خدام ثانوي او مدرسين درس احد او امناء الخدمه في الكنائس عن طريق مجموعه خدام القديس تيموثاوس على ازاي نعمل مجموعات درس كتاب. احنا وصلنا السنه اللي فاتت لحوالي 40 مؤتمر لمجموعه خدام تيموثاوس، اتدرب حوالي 4000 شخص من كهنه ومن علمانيين، وابتدوا خدمات درس كتاب في كنايسهم بالطريقه دي ان هم يبقى في انتراكشن، يبقى في بيفاسيليتيت الدرس كتاب، فالناس هي اللي تطلع وتشتغل ويبقوا فيري كريتيف في ان هم يعملوا افكار ووسائل يمكن اقوى كتير حتى من اللي اتعلموها. فاحنا بنشكر ربنا جدا لاجل كل طريق ولاجل كل خدمه تتوسع بالشكل ده. قبل ما اعرض اخر فيديو انا هقعد خلاص، انا خلصت. انا بس بشكر ربنا جدا جدا لاجل كلمته ونعمته الغنيه اللي بتكبرنا وبتنمينا. انا عن نفسي وعن كل الخدام اللي بيخدموا كلمه ربنا هنا في المكان، انا بشكركم جدا لاجل تواجدكم. احنا معايا عايز اعرفكم، انا المفروض اعرف من اول الناس الحبايب اللي معانا الباشمهندس ايهاب، باشمهندس ايهاب من اوتوا، هو هنا في البورد بتاع بايبلز فور ايجيبت كندا. احنا عندنا هيئه هنا هو يمكن يكلمنا عنها اكتر، فانا بس اهلا بيك يا باشمهندس ايهاب ومدام هاله مراته. ومعانا كمان اشرف من كاليفورنيا، دار الكتاب في كاليفورنيا بايبلز فور ايجيبت امريكا، برضو من خلال الهيئه هناك بندعم الخدمه في مصر. ومعانا كمان اخونا بقى ممدوح اللي قايم بكل اليوم ده، انا بشكره جدا 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 لاجل تعبه ولاجل محبته ولاجل اهتمامه بكلمه ربنا. بشكر حضراتكم جدا وابائنا الكهنه اللي شرفونا وباركونا بوجودكم. هسيبكم مع اخر حاجه من الحاجات اللي احنا لسه سامعينها قريب قوي في دار الكتاب. قصه انا لما سمعتها قلت لا ما ينفعش القصه دي انا اسمعها لوحدي، انا عايز نشوف الناس تشوف قد ايه كلمه ربنا مفيش حاجه تقيدها، زي ما بيقول اما كلمه الهنا فتثبت الى الابد وتوصل في كل مكان، مفيش حاجه تقدر تأيد كلمه ربنا. كتاب مفتوح في كل بيت وصل لمكان في العتمه في الضلمه، فمكان نوي حد يفتكر انه كلمه ربنا ممكن توصل هناك وتغير حياه شخص زي اللص اليمين. تعالوا نشوف القصه دي وشكرا جدا لحضرتك.
سنة 92. جوه عالم السجن مفيش ميديا ولا كتاب مجسس على موبايل ولا موبايل أصلا، فبيكون الكتاب الورقي هو الكتاب اللي بيقدر المسجونين يستخدمه. قصة بسيطة حابب أشارك حضراتكم فيها. كان في يناير 2024 يناير السنة قبل نهاية شهر يناير بحوالي أسبوع، واحد كان مجنون محكوم عليه بالإعدام طلب يكون في لقاء شخصي بيننا وهو، واحنا لينا 11 سنة بنتعامل سوا من أيام ما اتجوز عليه. في اللقاء ده قال لي النبض اترفض وأنا عارف إن التنفيذ بتاعي جرب، في أمانة بحملها لك. قلت له تحت امرك. قال لي الكتاب المقدس ده انا محتاج يوصل لابني ومع العباره دي. قال لي انا قريت الكتاب المقدس 40 مره كامل الكتاب، وده يمكن حطني في تساؤل قدام نفسي انا كخادم قريت الكتاب كامل كم مره يعني. قال لي قريت الكتاب 40 مره وكتبت فيه تاملاتي وكتبت فيه ذكرياتي وكتبت فيه جرايمي اللي عملتها في حياتي. اعتبرت نفسي بصفر نفسي قدام ربنا جوه صفحات الانجيل. قال الكتاب ده تديه لابني وتقول لابني ان انا رايح الملكوت وهسبقه على هناك. انا قطعت وقلت له ما حدش بيكون عارف معاه تنفيذ الحكم. قال لي لا هو جرب انا عارف. دي يمكن اخر زياره حد هيزورني فيها. خد الكتاب وتوصله لابني وتقول له لو حافظت على ده مش هتبقى في المكان اللي انا فيه ومش هتكون في الحته دي. الانسان ده في لحظه تنفيذ اعدامه كان في اب كان حاضر يعني بيقول لي مش بمنتهى السلاسه. دايما اللي بيكون محكوم عليه بالاعدام وهينفذ الحكم بيجروه بيشيلوه شيل من الزنزانه، ودايما ياكلوا عليه الجريمه اللي هو عملها، بيحكوا له القصه يخلوه كده يسمعوه هو عمل ايه بالظبط، وصلوا للحظه. الاب الكائن جاي يوم مش على رجليه ومحدش سنده ولا حد مسكه وسمع اسباب الحكم ووقف معايا وقال يا ابونا انا طالع السما رايح رجل المسيح. وهو طالع الدرجات اللي بتوصل لمكان الاعدام بيتكلم كده كان المسيح مصلوب جنبه وبيقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. انا يمكن الاب كان طلع بيقول لي انا كنت مع المسلمين جوه وهو طلع راح الملكوت. وفعلا قابلت الولد يعني بعديها وقلت له ابوك بيقول لك ده اللي تحافظ عليه لان الكتاب ده لو انت مسكت فيه مش هتتعرض للي هو اتعرض له. الخبره كانت صعبه نفسيا عليا وانا بكلم الولد، لكن الولد كان متعزز وفرحان ومسك الانجيل. قلت له حبيبي الانجيل صفحات كثيره ابوك كاتب فيها ذكريات وكاتب فيها جرائم اللي عملها، كاتب فيها رجع لله ازاي وكاتب فيها تاب ازاي وكاتب كل صفحه تتاثر بحروف كلمات النعمه اللي في الكتاب المقدس ازاي. وبيقول لك حافظ على ده الميراث الوحيد اللي هو سيدنا.